مش عايزك تيجي في الآخرة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا ريتني، يا ريتني عملت عمل صالح، يا ريتني صليت 5 صلوات في المسجد، يا ريتني كنت قفلت لساني عن الحرام طول عمري، يا ريتني ما مشيت مع أصحابي دول، يا ريتني ما سمعت كلامهم، يا ريتني ما مشيت ورا شهوتي، يا ريت ما سمعت كلامها. يا ريت يا ريت يا ريت أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني. لو كنت مع اللي ربنا هداهم، لو كنت مع أهل الالتزام وأهل الإيمان وأهل الطاعة، يا كان حياتي. والمشكلة يا جماعة أكبر كارثة إن الندم في الآخرة ما بينفعش، ما فيش منه أي لازمة، بس ما فيهوش رجعة. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يا رب نرجع تاني، ما عادش. بعكس أهل الإيمان، أهل الإيمان ربنا بيقول لهم إيه؟ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. دول اتفضلوا ادخلوا الجنة، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. اتفضلوا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اتفضلوا. والتانيين بيصرخوا. انت عايز يا ابني تكون مع اللي بيصرخوا ليه؟ ليه؟ راضي لنفسك كده ليه؟ حابب لنفسك كده ليه؟ قول لي ايه اللي عاجبك في الذنب ده؟ ايه اللي مصبرك عليه قوي كده؟ انت مش حاسس، انت تايه، مش واخد بالك من اللي جاي. النبي كان بيطلع للصحابة اللي هم احسن مني ومنك، كان بيقول لهم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. النبي كان بيطلع على المنبر ويقول لهم اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار، وكان بيقول لهم أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار. ده النبي وبيكلم الصحابة. عايز ايه؟ انت عايز يقول لي عايز الجنة يبقى لازم تعمل لها، عايز تبعد عن النار يبقى لازم تعمل لها وتعمل حسابها وتبعد عنها، وتعرف ان انت في اختبار وامتحان، انت بتختبر وبتمتحن. انت دلوقتي في حالة اختبار وامتحان دلوقتي، يا تنجح يا تسقط. والله العظيم ما انا عايزك تسقط، اقسم بالله ما انا عايزك تسقط، انا عايزك تنجح وتاخدنا معاك يا اخي. لما تنجح تشدنا معاك وتاخدنا معاك. صبر قد ايه يعني؟ قد ايه؟ هتعيش قد ايه يا حبيبي؟ هتعيش سنة؟ هتعيش سنتين؟ هتعيش 5؟ هتعيش 20؟ وبعدين ما هي كده كده هتنقضي، والأيام بتعدي، هتعدي على الحلو وهتعدي على الوحش، هتعدي على اللي بيعمل معاصي وذنوب وهتعدي على اللي بيعمل طاعات وقربات، هتعدي على ده وهتعدي على ده. أهم حاجة إن بعد الأيام دي ما هتعدي، أو اليوم اللي عدى عند ربنا، أنت عند ربنا إيه وهو عند ربنا إيه. اليوم امبارح عدى، اللي انت كنت بتعمل فيه معصية عدى، واليوم اللي انت عملت فيه طاعة عدى. الطاعة ثبتت عند ربنا ورفعتك، والمعصية نزلتك. وراحت فين الشهوة وراحت فين اللذة؟ انتهت وانقضت اللذة، وفضل الأثر بتاعها موجود متسطر ومكتوب، كله متسطر.